الكولونيا الأشهر في تاريخ مصر، تفصيلة مهمة جدا وليها قيمتها في حياة المصريين، يعني ما ينفعش نعديها كده، لأنها الكولونيا الوحيدة اللي هتلاقيها موجودة في أماكن مختلفة ويمكن متناقضة كمان، الحمامات والمستشفيات وفي تابلو العربيات وعند الحلاقين وهدية مناسبة للمدرسات في عيد الأم وفي الاحتفالات والأفراح وأعياد الميلاد وزي حاجات كتير الزمن عدى والناس نسيتها، فجت الكورونا فكرتهم بيها، فكان لازم نعرف حكايتها ايه. ولا اقول لكم تعالوا نبتدي الحكاية من الأول خالص، حكاية اختراع كولونيا 3 خمسات وحمزة الشبراويشي. أهلا بيكم وبرنامج عين، وأنا علا أبو السعدات. حمزة الشبراويشي كان عايش في قرية شبراويش بمحافظة الدقهلية من صغره، وعنده موهبة مش عادية في صناعة أسانس العطور. قال يتوسع في الحاجة اللي بيحبها، راح على القاهرة واستقر في منطقة الحسين وفتح محل صغير لبيع العطور، هو اللي بيعملها بإيده في معمل صغير. الصراحة لما بيحصل ميكس كده بين الموهبة والاجتهاد بتكون النتيجة المنطقية هي النجاح، وبسرعة نجح جدا حمزة شبراويشي وفتح فرع تاني في منطقة المسكي، وبعديها فتح فرع تالت في وسط البلد، وقال لازم أعمل مصنع كبير مكان المعمل الصغير، فاشترى حتة أرض في دار السلام، وكل ما يحوش مبلغ يشتري أرض جنبها علشان يوسع المصنع بتاعه، وباقي مساحة الأرض عمل جنينة كبيرة وزرع فيها شجر ليمون اللي كان بيستخدمه في صناعة الكولونيا، وكان مهتم جدا بالجنينة اللي كبرت على إيده ودايما يطورها ويجددها، وكان سيستم عنده يصحى كل يوم الساعة 6 الصبح علشان يطور فيها ويهتم بكل زرعة كأنها زي ولاده بالظبط. علشان كده كان محتكر الجايزة اللي بيعملها الملك فاروق كل سنة عن أفضل جنينة منزل، وكان دايما ياخد المركز الأول بلا منافس. حمزة الشبراويشي كان محب للحياة والجمال، فكان عنده عادة مهمة جدا كل سنة في عيد الأم، كان يحب يخلق بهجة كده في المكان، فعمل نافورة في أرض المعارض في الجزيرة بتضخ كولونيا 3 خمسات طول اليوم، ودي كانت طريقته في الاحتفال بعيد الأم مع المصريين. واتعرض على حمزة الشبراويشي إن ياخد البشوية، ولكنه رفض وقال اسمي حمزة الشبراويشي وده كفاية. المهم انتشرت كولونيا 3 خمسات في أغلب الدول العربية تقريبا والعالمية كمان. كانت في مصر اسمها 3 خمسات، وفي السعودية اسمها كولونيا سعود، وأشهر الفنانين كانوا بيعملوا دعاية ليها. في السودان كان أشهر مطرب وقتها واسمه عبد الكريم كرومة بيعمل إعلانات ليها، وفي مصر الست أم كلثوم كانت بطلة إعلانات كولونيا 3 خمسات في الجرايد، وأشهر إعلان للست أم كلثوم كان مكتوب عليه لكي تكوني ساحرة استخدمي رائحة صفية زغلول زعيمة المصريين. هي كانت ريحة صفية زغلول بس، دي كانت ريحة مصر كلها. المهم حمزة الشبراويشي اتوسع اكتر واكتر، ومصانع حمزة الشبراويشي ما بقتش بتنتج كولونيا 3 خمسات وبس، لا بقت بودرة التلك واغلب مستحضرات التجميل اللي عرفها المصريين. والصراحة الشبراويشي ياما قاوم اغراءات كتير قوي، لدرجة ان احمد عبود باشا اللي هو اول مصري في مجلس ادارة شركة قناة السويس العالمية واهم واكبر رجل اعمال في مصر ومن اغنى اغنيائها كمان في الوقت ده، حاول بكل الطرق وبكل الاغراءات الماديه انه يشتري مصنع الشبراويشي، وكان بيطارده في كل حته. وحمزه الشبراويشي راجل لا مهتم بالسياسه ولا اهلها، ورده دايما مصانعي مش للبيع. المهم قامت ثوره 23 يوليو بكل احداثها والمتغيرات الكتير اللي حصلت من وقتها، اهمها طبعا قرارات تأميم المشاريع. في كل مرة كانت بتتحط قدام الرئيس جمال عبد الناصر قوائم بأسماء هتخضع لقرار التأميم، الزعيم جمال عبد الناصر يشطب على اسم حمزة الشبراويشي، وما كانش بيسمع لأي كلام سيء عنه أو أي تقارير أمنية تتكتب ضده. الزعيم جمال عبد الناصر كان عارف ومتأكد إن حمزة الشبراويشي رجل أعمال عصامي ابتدى من الصفر حرفيا، والصناعة اللي بيقدمها صناعة وطنية 100%، ده منتجاته في كل الدول العربية تقريبا، ده غير مواقف حمزة الشبراويشي الوطنية. يعني مثلا كان بعد ثورة يوليو مصر اقترضت علشان تبني السد العالي، سداد جزء من القروض دي كان بيتم بشكل عيني عن طريق شركات وطنية زي افتح معايا القوس كده، ثلاجات إديال، منسوجات قطنية
وأثاث دمياطي. وقبل ما نقفل القوس هنحط كلونيا 3 خمسات من مصانع الشبراويشي، لأنها كانت من الشركات المهمة اللي بتساعد في سداد قروض مصر. المهم الأكيد إن الرئيس جمال عبد الناصر كان واحد من المصريين، وكان برضو كلونيا 3 خمسات تفصيلة مهمة جدا في حياته. وخليني أحكي لك حكاية صغيرة كده، وده على لسان واحد من القيادات الأمنية، وكان بيقول إن لما كنت ضابط صغير مسؤول عن تأمين مؤتمرات الاتحاد الاشتراكي، وصل واحد من موظفين الرئاسة وشايل شنطة الرئيس جمال عبد الناصر، فأصريت على تفتيشها، ما هو ده شغلي برضه، وفتح الشنطة فعلا، فلقيت إيه؟ فوطة وفرشة شعر وخرطوشة سجاير، وطبعا إزازة كولونيا 3 خمسات منورة الشنطة. فكان قرار الرئيس جمال عبد الناصر دايما لا مش هنأمن مصانع حمزة الشبراويشي. المهم سنة 1965 حمزة الشبراويشي تعب جدا وجات له جلطة وسافر على سويسرا علشان طبعا يتعالج. ما كانش عنده معلومة وقتها ان عبد الناصر رافض تماما تأمين مصانع حمزة الشبراويشي، ولكن كان الشبراويشي متابع اخبار مصر كويس وشايف ان قرارات التأمين طايحة في اغلب المصانع والشركات والمشاريع، فخاف وقلق ان قرارات التأمين تطوله هو كمان، فقرر انه ما يرجعش على مصر بعد ما يكمل علاجه في سويسرا. وفعلا اول ما خلص علاج قرر يسافر على لبنان، واول ما وصل فتح مصنع صغير لتصنيع العطور كبداية زي ما عمل في مصر. ولكن للأسف ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجة، استغل البعض الموضوع ده ونشروا خبر ان حمزة الشبراويشي هرب بره مصر على لبنان وهيستقر هناك بعد ما يصفي أعماله في مصر كلها ويسحب كمان أمواله. طبعا كان سهل جدا ان سوء الظن يكون حاضر، فقرر جمال عبد الناصر فرض الحراسة على ممتلكات الشبراويشي وعرضها للبيع. وفعلا الشركة العامة لمصانع السكر والتقطير المصرية عرضت انها تشتري مصانع الشبراويشي والمحلات والاسم التجاري وفدادين الليمون بسعر رخيص جدا، حوالي مبلغ 165 ألف جنيه. وقتها اتأكد حمزة الشبراويشي ان مستحيل يرجع مصر تاني، فاستقر في لبنان وواصل نجاحه هناك زي ما نجح في مصر بالظبط، واتعرف اسمه في لبنان وواصل نجاحه وتميزه لغاية ما توفى في أواخر الستينات تقريبا. كان حمزة الشبراويشي كاتب في وصيته انه عايز يدفن في مصر، وفعلا اتعملت ليه جنازة كبيرة، وكل أهله وأصحابه وعماله اللي كانوا بيحبوه جدا شيعوا جثمانه من ميدان التحرير لغاية مدفنه. وتمر السنين وكلونيا 3 خمسات تعيش في وجدان المصريين لسنوات كتير جدا، ولكن سمت الدنيا التغيير والتبديل. بعد سنين طلعت منتجات عطور تانية، والمعروض بقى كتير في السوق من الروايح والعطور على كل شكل ولون، والنتيجة انه اتقفل مصنع دار السلام وبقى مهجور، وكلونيا 3 خمسات بقت مادة للسخرية كده من البعض. ولكن الحقيقة الوحيدة ان كلونيا 3 خمسات جزء من التاريخ وتفصيلة مهمة جدا في حياة المصريين، ومفيش ريحة عطر متميزة مليانة ذكريات قديمة زي كلونيا 3 خمسات. ومش هننسى ان من فات قديمه تاه. اول ما حصلت أزمة كورونا كانت كلونيا 3 خمسات زي الحضن الدافي، الكل كان بيدور عليها تحديدا، واتنسفت من رفوف المحلات وسعرها ضرب في السماء. وخلصت حكاية نجاح حمزة الشبراويشي واختراع كولونيا 3 خمسات. رحم الله أولاد مصر الناجحين والطيبين في كل زمان ومكان. كنت معاكم وبرنامج عين، وأنا علا أبو السعدات.